بيبدأ الجزء الثاني من فيلم ويجا سنة 1967 بالتحديد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في بيت ساحرة اسمها أليس، وبيكون عندها راجل عجوز وبنته وبيطلب منها تستدعي قرين مراته اللي ماتت عشان عاوز يسألها عن حاجة. فبتوافق أليس وبتبدأ جلسة تحضير القرين، وبتعرفه ان القرين موجود معاهم دلوقتي وممكن يسأله اللي هو عايزه، ولو الإجابة لا القرين هيطفي الشمعة، أما لو الإجابة فهيولع الشمعة. وفعلا بيبدأ الراجل يتكلم مع القرين وبيسأله إذا كانت مراته كانت بتحبه ولا لا، فبتنطفي الشمعة لوحدها. وبتقول له أليس إن القرين بيقول له إن مراتك كانت بتحبك ومش عاوزاك تكون حزين على موتها. فبيتصدم الراجل أول ما بيلاقي الشمعة انطفت لوحدها، وبيقتنع إن القرين في الأوضة. فبتقول له بنته إنها مش مصدقة الكلام ده وإن أليس نصابة لأن مفيش حاجة اسمها قرين. وفجأة بيلاقوا الترابيزة بتتحرك لوحدها وبيشوفوا خيال ورا الستارة، فبيفتكر الراجل إن ده قرين مراته، وبيقول له إن بنته وحبيبها عاوزين ياخدوا فلوسه ويستثمروا بيها في البورصة، وبيسألها يديها الفلوس ولا لا. وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي القرين بيهجم عليهم وبيختفي، وكمان كل الشمع اللي في الأوضة بيطفي. فبيقع الراجل على الأرض من شدة الرعب، وبعدها بيخرج هو وبنته، وبتنصحه أليس ما يديش فلوسه لبنته عشان القرين ما يعاقبهوش. فبيوافق الراجل وبيمشي. وأول ما بتدخل أليس البيت بتزعق لبنتها الكبيرة بولينا لأنها هي اللي كانت واقفة ورا الستارة وهجمت على الراجل على أساس إنها القرين. وبيطلع إن أليس نصابة أساسا ومش ساحرة ولا حاجة، وإنها كانت بتتحكم في الشموع من خلال ولاعات جوه الشموع نفسها، ومتوصلة بآلة تحت الترابيزة عشان تقدر تولعها وتطفيها زي ما هي عاوزة. فبتقول لها بولينا إنها هجمت عليه عشان تخوفه وتمنعه يدي فلوسه لبنته لأن بنته عاوزة تنصب عليه. فبتقول لها والدتها أليس إن ده ما يخصهمش، وأهم حاجة إنهم ياخدوا منه الفلوس وخلاص. فبتقطعها بنتها الصغيرة دوريس وبتقول لها إنهم كده نصابين وبيلعبوا بمشاعر الناس مقابل الفلوس. فبتعترض أليس على كلامها وبتقول لها إنهم بيساعدوا الناس وبيحققوا لهم رغباتهم من خلال إنهم بيحسسوهم بالراحة والسلام. وبالليل بتخرج بولينا من شباك أوضتها عشان والدتها ما تعرفش، وبتروح لبيت صاحبتها إلي اللي بتكون عاملة حفلة وقاعدين يسكروا. وهناك بتشوف بولينا لعبة ويجا، وبتقول له إلي إن اللعبة دي بتحضر القرين وبيجاوب على كل الأسئلة، وبتعرض عليها هي واصحابها إنهم يلعبوها. فبيوافقوا وبيقعدوا هما الأربعة عشان يلعبوا اللعبة. بس قبلها بتشرح لهم إلي إن لعبة ويجا عبارة عن لوح خشبي في حروف وأرقام، وفي خشبة صغيرة على شكل سهم بيحركوها مع بعض، وبيسألوا لعبة ويجا عن أي حاجة هم عاوزين يعرفوها. وساعتها اللعبة بتجاوبهم فورا عن طريق إن السهم بيتحرك لوحده ناحية الحروف. وبعد ما بتخلص كلامها بيلعبوا بيحركوا السهم، وبيسألوا اللعبة لو القرين موجود معاهم في الأوضة، فبيتحرك السهم على كلمة أيوة، وبيتصدموا كلهم وبيكونوا مش مستوعبين اللي بيحصل. فبتحاول بولينا تهديهم وبتقول لهم إن دي خدعة مش أكتر ومفيش حاجة اسمها قرين أصلا. وقبل ما تكمل كلامها بتدخل والدة إلي وبتزعق لهم، وبتكون اتصلت على أليس والدة بولينا. وأول ما بولينا بتخرج بتلاقي والدتها مستنياها في العربية وبتزعق لها عشان خرجت من البيت بدون إذن. فبتقول لها بولينا إنهم كانوا بيلعبوا لعبة اسمها ويجا، وبتقترح عليها تشتريها عشان تقدر تنصب على الزباين اللي بيجولها عشان يتواصلوا مع القرين. وتاني يوم بتروح أليس السوبر ماركت عشان تشتري شوية حاجات، فبتشوف قدامها لعبة ويجا وبتقرر تشتريها. ولما بتروح المدرسة عشان تجيب بنتها دوريس بتشوف زمايلها وهم بيضايقوها، فبيجي القس اللي بيشتغل في المدرسة وبيمشيهم وبيحاول يهون على دوريس، وبيقول لها إن زمايلها بيضايقوها عشان هي أحلى منهم. فبتيجي أليس تشكره على اللي عمله وبتاخد بناتها وبترجع البيت. وهناك بتفتح لعبة ويجا وبتحط مغناطيس في السهم وبتلبس حديد في رجليها عشان تقدر تحرك السهم لوحده وتقنع الناس إنها ساحرة. ولما بتقعد تتدرب على الخدعة اللي بتعملها بتسأل لعبة ويجا إذا كان في قرين في البيت ولا لا. وساعتها بتكون بنتها دوريس في أوضتها وبيبان إن في كيان بيتحكم فيها وبيخليها تقول أيوة في قرين في البيت واسمه ماركوس. ولكن والدتها أليس بتكون مش سامعاها لأنها قاعدة في الصالة. وبعد شوية بترجع دوريس لطبيعتها وبتكون مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل. وبالليل بتلعب أليس لعبة ويجا وبتسأل إذا كان قرين جوزها اللي مات موجود في البيت ولا لا، وبتفضل قاعدة مستنية إن السهم يتحرك واللعبة ترد عليها، ولكن مش بيحصل حاجة نهائي. وبمجرد ما بترجع أوضتها السهم بيتحرك لوحده على كلمة لا،
انا مش قرين جوزك، وبيبان ان القرين ده شرير وناوي على شر. وقتها بتروح دوريس تجرب اللعبة وبتتفاجئ ان السهم بيتحرك لوحده على كلمة ازيك يا صديقي، فبتفرح جدا وبتبص في العدسة اللي في السهم بتاع اللعبة وبتشوف قدامها القرين وبتسأله انت مين. وتاني يوم بتروح والدتها أليس المدرسة عشان تاخدها، فبيقول لها القس ان في حد ساعد دوريس في حل الواجب لان ده مش خطها وباين انه خط شخص كبير. فبتقول لهم دوريس ان القرين صاحبها هو اللي عمل لها الواجب لانه بيحبها وعاوز يساعدها، فبيستغربوا كلامها وبيكونوا مش مصدقينها. ولما بيرجعوا البيت بتلاقي أليس ورقة انذار من البنك انها لو ما سددتش القرض اللي هي واخداه هيتم الحجز على البيت. فبتقرر دوريس تلعب لعبة ويجا وتطلب المساعدة من القرين، وساعتها بتخرج اختها الكبيرة بولينا تتكلم مع امهم وبتحاول تهون عليها. وفجأة بيلاقوا دوريس جاية ومعاها فلوس كتير وبتقول لهم ان قرين ابوها دلها على مكان الفلوس دي، فبيروحوا معاها عشان يعرفوا جابت الفلوس دي منين، وبيلاقوا انها جابتها من فتحة في حيط الابو. وبتقول لهم ان قرين ابوها قال لها على المكان ده من خلال لعبة ويجا، فبيروحوا يلعبوا معاها لعبة ويجا. وبتسأل دوريس اللعبة اذا كان قرين ابوها في البيت ولا لا، فبيتحرك السهم لوحده على كلمة ايوه، وبيتصدموا كلهم وبيكونوا مش مستوعبين اللي بيحصل. فبتخمن أليس ان بنتها دوريس عندها قدرة للتواصل مع القرين، وبتقرر تشغلها عرافة عشان الناس ييجوا يتواصلوا مع القرين ويدوها فلوس. وفعلا بتشتغل عرافة، وبتروح واحدة تطلب منها تتواصل مع قرين ابوها وبتسألها لو كان ابوها فخور بيها. فبتتفاجئ الست ان سهم ويجا بيتحرك لوحده، وكمان قرين ابوها بيكلمها من خلال جسم دوريس بنفس صوته بالظبط. ولما بترجع دوريس لطبيعتها بتفضل تضحك وبتحس بألم غريب في رقبتها. وفي يوم بتصحى من النوم على نفس الألم وبتروح تلعب لعبة ويجا عشان تطلب من القرين يساعدها، ولكن القرين ما بيردش عليها وسهم اللعبة مش بيتحرك. فبتقف قدام المراية وبتبص في العدسة بتاعت السهم، وفجأة بيظهر لها كيان لونه اسود وبيكتم بقها وبيقول لها انت ملكي، وبيبدأ يدخل جسمها من خلال بقها وبيسيطر عليها. وقتها بتدخل اختها بولينا الحمام وبتبص في المراية وبتتفاجئ ان بقها متخيط وعينيها بتتحول للون الابيض، ولكن بيطلع انها بتحلم. وبتصحى من النوم وهي مفزوعة. وتاني يوم بتخرج أليس من البيت عشان عندها ميعاد مع القس، وبتروح تقعد معاه في مطعم وبتعرض عليه يلعب لعبة ويجا ويتواصل مع قرين مراته اللي ماتت. فبيقول لها ان التواصل مع القرين غلط وليه عواقب كبيرة، ولكن هو موافق يلعب ويجا عشان عنده فضول يعرف اذا كان التواصل مع القرين حقيقي ولا لا. في الوقت ده بتكون بنتها بولينا قاعدة في البيت وبتجيب حبيبها مايكي عشان يقعد معاها شوية في الأوضة، وبتطلب من دوريس ما تقولش لأمهم. فبتوافق دوريس وبتبص لهم وعينيها كلها شر. وأول ما بينزل مايكي بتسأله لو جرب إحساس إنه يتخنق قبل كده، وبعدها بتسيبه وبتقعد تتفرج على التلفزيون وهي مبتسمة. فبيستغرب من كلامها وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بتشوفها بولينا وهي قاعدة بتكتب على ورق من غير ما تبص فيه، فبتترعب منها وبتلاقي العروسة بتاعتها بقها متخيط وبتخمن إنها هي اللي عملت كده. فبتتخانق معاها وبتزعق لها، وساعتها بتقول لها دوريس إنها ما عملتش حاجة والقرين هو اللي عمل كده. ولما بتيجي أليس بتحكي لها بولينا كل حاجة وبتقول لها إن تصرفات دوريس بقت غريبة من ساعة ما لعبة ويجا دخلت البيت. وتاني يوم بيجي ميعاد المدرسة ودوريس بترفض إنها تروح وبتزعق لهم، فبيستغربوا اللي هي عملتها لأنها عمرها ما زعقت. وبتدخل بولينا عشان تجيب لها شنطتها وبتلاقي ورق كتير تحت سريرها ومكتوب بلغة غريبة، فبتاخده وبتروح توريه للقس وبتسأله لو يعرف يقرأ اللي مكتوب في الورقة. فبيقول لها إنه أول مرة يشوف اللغة دي وهيدي الورق لواحدة متخصصة في اللغات عشان تقرأ الكلام اللي فيه. وبعد يومين بيروح القس البيت أليس وبيقول لها إنه جاي عشان عاوز يلعب لعبة ويجا ويتكلم مع قرين مراته. فبتوافق وبتقعد تلعب معاه هي ودوريس، وبيسأل القرين شوية أسئلة عن مراته عشان يتأكد إن ده قرين مراته فعلا. فبيتحرك السهم لوحده وبيجاوب القرين على كل أسئلته، وبتقول له دوريس إن ده فعلا قرين مراته. فبيتكلم القس مع أليس وبولينا على انفراد وبيقول لهم إن القرين جاوب كل الأسئلة غلط وإنه كان بيفكر في إجابات مختلفة في عقله، وكل الحكاية إن القرين قدر يقرأ أفكاره وجاوب على الأسئلة بناء على كده عشان يخدعه ويفهمه إنه قرين مراته. وده معناه إن القرين ده شرير وبيكذب عشان يخدع الناس، وبنسبة كبيرة ممكن يكون مستحوذ على جسم دوريس. وقتها بيجي مايكي صاحب بولينا وبتفتح له دوريس الباب وبتقول له إن بولينا في الحمام وهتيجي تقعد معاه كمان شوية. فبتطلب منه يجي معاها الأب عشان توريه فتحة فيها كنز، فبيروح معاها وبتقول له حط إيدك في الفتحة، وفعلا بيعمل كده وبيلاقي شنطة فيها بطاقات هوية لناس كانوا عايشين من زمان. وقتها بتكون دوريس واقفة وراه وبيبان إن شكلها بيتغير والكيان الشرير
الشرير بيسيطر عليها. ولما بيحط مايكي ايده مرة تانية بيلاقي هيكل عظمي، وفجأة بتهجم عليه دوريس وبتقول في ودنه تعويذة بتخلي عينيه تتحول للون الابيض وبيموت. في الوقت ده بيتكلم القس مع أليس وبولينا وبيقول لهم ان الورق اللي دوريس كتبته قبل كده كان عبارة عن مذكرات لواحد اسمه ماركوس، وكان عايش في البيت ده قبلهم، وانه كان ساحر وبيعمل طقوس شيطانية في الابو بتاع البيت وبيموت الناس. وده معناه ان القرين اللي مسيطر على دوريس يبقى هو قرين ماركوس نفسه، وعاوز يكمل نشر الشر من خلال سيطرته على دوريس. فبينزلوا للابو بسرعة وبيحرقوا لعبة ويجا، وبيسمعوا صوت دوريس جاي من فتحة التهوية وهي بتطلب المساعدة. فبيدخل القس جوه الفتحة لحد ما بيوصل لأوضة سرية كان بيتعمل فيها طقوس السحر، وفجأة بتهجم عليه دوريس وبتقول له تعويذة عشان تستحوذ على جسمه. ولما بيخرج من الفتحة بتكون عينيه لونها أبيض، وبيهجم على أليس وبولينا، فبيطلعوا يجروا بسرعة وبيقدر يمسك أليس، وبتروح بولينا ناحية باب الشقة وبتلاقيه مقفول. وساعتها بيحاول القس يخلص على أليس، ولكن بيرجع لطبيعته في آخر لحظة، وبيخرج أليس بره الأبو عشان يحميها. وفجأة بتظهر له دوريس من فوق الحيطة وبتصرخ فيه لدرجة إنها بتحدفه بعيد، وبيقع على السلم وبيموت. ولما بترجع بولينا وأليس للصالة بيلاقوا اللعبة على الترابيزة وما اتحرقتش، فبيفكروا في طريقة يهربوا بيها من البيت. بس بتظهر دوريس وبتروح موقعة أليس على الأرض، وبتمسك بولينا وبتقول تعويذة عشان تسيطر عليها. فبتتكلم أليس مع الكيان الشرير وبتترجاه يسيب بناتها وياخدها هي مكانهم. وفجأة بيظهر من وراها وبيمسكها وبيقول لها هاخد روحكم كلكم. وقتها بتحلم بولينا ان ابوها قاعد على السرير وماسك العروسة اللي بقها متخيط، وبتستنتج انها لو خيطت بق دوريس هتقدر توقف الكيان الشرير وهتمنعه من السيطرة على اي حد. في اللحظة دي بتبدأ دوريس تربط أليس عشان تخلص عليها، وقبل ما تعمل كده بتيجي بولينا تضربها بالكرسي وبتوقعها على الارض، وبتاخد ابرة وخيط عشان تخيط بقها. ولكن الكيان الشرير بيتعصب وبيخلي دوريس تصرخ جامد لدرجة انها بتطير بولينا بعيد وبتوقعها على الارض. فبتقوم بولينا وبتروح تمسك ايد دوريس، وقبل ما تخيط بقها بتشوف عين الكيان وهو بيبصلها، فبتترعب وبتبدأ تخيط في بقها، وبتظهر كيانات كتير بيمسكوها وبيحاولوا يمنعوها، ولكن بتقدر في النهاية تخيط بق دوريس وبتنتهي اللعنة. ولما بتفوق أليس بتتفاجئ ان دوريس ماتت، فبتقول لها بولينا انها كانت مضطرة تعمل كده. وفجأة عينيها بتتحول للون الابيض وبتخلص على أليس، وبيطلع ان الكيان سيطر عليها هي كمان. ولما بترجع بولينا لطبيعتها بتتصدم من اللي هي عملته وبتفضل تعيط. وبعد شهرين بتتنقل لمستشفى الامراض العقلية، وبيقول لها الدكتور ان اختها دوريس اختفت. فبتقول له انها ما تعرفش مكانها، ولكن هي متأكدة ان لعبة ويجا هي السبب في كل ده. فبيخلي الممرضين يدخلوها لأوضتها، ولما بيعدي بالصدفة من جنب الأوضة بيشوف حد معاها، فبيرجع عشان يبص مرة تانية وبيشوفها وهي واقفة وبتبصله. وفجأة بتظهر دوريس على السقف وبتخلص عليه. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.